سلام حبوبات قلبي الغاليات الزينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا رب. ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو متانين. كيفاش راكم؟ طمنوني عليكم، على بالي بلي طولت الغيبة بزاف بزاف هذه المرة، تقريبا 25 ولا 26 يوم ما حطيت لكمش فيديو. الله غالب، هاكم على بالكم ظروف برك اللي تحكمنا عليكم. سينو انا نحب نكون ديما حاضرة معكم ونشارك معاكم يومياتي. آه يعني كلش وش راني ندير. مي الله غالب، قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم نترحموا على الموتى تاع زلزال تاع تركيا وسوريا، ربي يرحمهم ان شاء الله ويوسع عليهم، والجرحى ان شاء الله ربي يشفيهم، اللي قعدوا يتامى ان شاء الله ربي يصبرهم على والديهم، واللي ماتوا لهم اهلهم ان شاء الله ثاني ربي يصبرهم. يعني فاجعة فاجعة بكل معنى الكلمة، يبسونا جمدونا يدينا يعني والله ما قدرنا نديرو والو. غاضوني بزاف خاصة الأطفال هذوك اللي قعدوا يتامى، اللي راهم يجبدوا فيهم مساكن. وش راح نقولوا؟ ربي ان شاء الله يكون في عونهم ان شاء الله، وربي يسخر لهم يعني ناس الخير اللي يربيهم مليح ويستحفظوا بهم. يعني كانت كارثة بزاف كبيرة، ماهيش حاجة صغيرة، وغاضونا كامل، بكينا عليهم كامل. الله لا تشوف مؤمن يعني في حاجة كما هذه. هذا قضاء ربي وقدره، يعني في الأخير يبقى قضاء ربي وربي كاتبوه. الاعتراض على قضاء الله. وانا جبتكم ديتكم معايا، يعني هذا الفيديو راهو قديم بزاف باش نتفاهموا. هذا الفيديو نورمالمون لو بريمي جونفي في راس العام، كنت وليدي ما كانش عندي، كان عند ماما. الوغ قلنا قررت انا والزوج باش نروح ندور شويه. دي فوا الواحد يحب يخرج بلا الاولاد، يستراح شويه ومنا. الوغ رحنا للصيف. شوف انا كنت نصور لكم فيها التياتر، عجبني بزاف الديزاين تاعو هكذا من برا، جاي بزاف باهي. جاي قدام السيبيا تاع الصيف، لا بنك بوبيلير ولا ما نباليش. المهم كريدي بونكير بوبيلير نورمالمون هكذا. وهنايا كنا جينا عند هذا تاع كنت نستنى فيه ساعتي، حطيناها عند هذاك اللي يصلح الساعات باش ينقص لي برك في البراسلي باسكو كانت تجيني كبيره. ورحنا اول حاجه دخلنا للبارك، دخلنا هنا من الباب هذا باسكو الجهه الاخرى كانت فيها لي طرافو كانوا يخدموا فيها، كانت مغلوقه. دخلنا منا، عجبني شويه هذاك الديكورات اللي عم يبيع فيهم عند الباب. صورتكم ثاني واش عم يبيع لي لونات وعفايس هكذا. يعني عقبنا نهار كان بزاف، نهار بزاف هايل، ربيعي، جو ربيعي هايل، تقول ماناش في جونفي، جو تاع خرجة هكذا تاع عاملة، الواحد يبدل شوية الجو، ديفو هكذا نحبو نغيرو. الو هنا راني نصور لكم شوية شوية يعني واش كاين، وانا نقصرو. المهم قلت لكم يعني هذا الزنزال والله. خلاص انا كنت نحوس نوجد رمضان هكذا شوية، كنت حابة نشري حوايج، حابة على باليش، انا حبست في النص، خلاص ما قدرتش نكمل. يعني الموت وش قريب على الانسان يكون عادي يرقد هكا ما على بالوش كيفاه. كيما هذو رقدوا ما ناضوش، كاين اللي رقدوا ما ناضوش. يعني الواحد يرقد ما على بالوش غدوه وش كاين. ربي يجيب الخير وخلاص. كما قلت لكم على بالي كامل راكم تسقسيو على تحضيرات رمضان وش درنا فيها وش ما درناش. انا يعني شريت غير حوايج اللي خاصيني، مشيتش حاجه سبيسيال، ونشاركهم معكم ان شاء الله في فيديو بلا غدوه ولا غير غدوه نشاركهم معكم. شيت مجتهدات بسيطه جدا، وش كان خاصني برك في الدار، الحوايج اللي نحتاجهم. ابار صا ماشي حتى حاجه يعني اللي مكلفه والله، باسكو ديجا الاسعار راهم في السماء، كارثه. نحكي لكم هنا على هذه ومن بعد نرجعوا لتحضيرات رمضان. هنايا في الاول درت الكوراج قلت نركب، ومن بعد هو راح يشري تيكي، انا لحقته قلت له لا 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 ما نركبش. قال لي والله غير تركبي.
ركبت وانا ميتة بالخلعة. فينالمون هي يعني تخوف بزاف، مي صمصمت خلاص يعني ما طولش. ومن بعد كي ركبتها حبيت نزيد نعاود، ولات عجبتني حبيت نزيد نعاود. نرجعوا للموضوع تاعنا كيما قلت لكم. انا تحضيرات واش ندير كيما لما انا هكذا قلت لكم مشيت غير واش خصني يعني في الدار. آه، في خصوص فيما يخص ولا يخص تخلطت لي الهضره سامحوني برك. فيما يخص الماكله وش نكونجلي وكلش. يعني ما تجي حتى وحده تفتيلي تقول لي الكونجيلاتور والكونجيلاتور مش مليح وتكونجلي مش مليح. باسكو انا كيما تعرفوني اني نخدم من 8 حتى 3 تاع العشيه في رمضان، وزيد ندي بلاصي. يعني ندي بلاصي في طرونسبور باش نروح للدار. يسمى كي نلحق بكري، نلحق 4:30 للدار، 5 غيريش. يعني قد ما راح نكون شاطرة وقافزة ومانيش راح نلحق ندير كلش، بغض النظر على التعب اللي يعني اللي نكون يعني نروح ديجا تعبانة نهار كومبلي وانا خدامة. وكيما قلت لكم صباح طرونسبور العشية طرونسبور، الوغ لازم ندير هذو التحضيرات. مش يعني ما همش حاجة، يعني مش حاجة بزاف، مين وجد شوية هكا وش يسهل عليا. اول حاجه نديرها نخدم الحميس ولا شليطه ولا معلن كل واحد كيفاش يقولوا، نديرهم يعني في دي بواط صغار هكذا ونخبيهم في الكونجيلاتور. وكي نكون نخدم فيهم ان شاء الله اكيد راح نشاركهم معاكم. نخدم ثاني لاصوص تاع صوص طوماط اللي نديرها في البيتزا والمملحات ولا يعني نلقاها واجده خاصه الى روحت روطار. واش ندير اوسي، ندير ثاني نرقد البيطراف وزروديه، نعقدهم ونديرهم في دي بواط هكذا في الفريجيدير هادي يحكموا لي شهر وزايد يعني ما يفسدوش كامل، باسكو مرقدين بالخل والزيت ما همش راح يفسدوا. وشحال ما قعدوا في هذاك الخل والزيت راح يزيدوا يبنانوا اكثر. هذا واش نوجد يعني. وعندي تحضيرات اللي نديرها اسبوعيا كيما طاجين الحلو مانيش حنطيب كل يوم. الاولى ما عنديش اللي ياكلوا لي بزاف غير انا وراجلي وما ناكلوش يعني بهذيك الكونتيتي الكبيره. الوغ ندير باطها نخبي في الكونجيلاتور كل يوم نجبد شويه، هو مش راح يجمد يعني تقدري تنحي منه هادي. نجبد كل يوم شويه نقيس ما ناكلو برك، والباطا هذيك هي في الكونجيلاتور يعني ماهيش راح تفسد لي كيما قلت لكم. عندي ثاني من التحضيرات الاسبوعيه اللي نديرها هي لا ماسيدوان. الماسيدوان وسي ندير بسمانه وشوا ما نديرلهاش برك لا مايونيز والفينيغريت. يسمى نخلط الروز مع الخضره تاعي مع كلش الزيتون الملح ونديرها في اون بواط ونخبيها كيف كيف في الفريجيدير. سلطه تاعي ثاني دي فوا نغسلها دي فوا نحسها تحمر لي يسمى نخليها اخر دقيقه. وش هو نزيدو التحضيرات الاخرين راني نتفكر. كيما البوريك كي ندير البوريك نعمر باكي كومبلي وندير ثاني في بورتمونجي ندير بيناتهم بابي اسويتو ونحطهم في الفريجيدير. وكل يوم نقلي منهم 2 بوراكات 3 4 على حساب واش راح ناكلو. شوربه ثاني ولا لا سوب ندير باليومين. يعني هذه هي تحضيرات اللي تساعدنا بزاف. لتينا بالتحضيرات ونسينا لا فيديو كامل. هنا بعد ما خلصنا من البارك لتحت دخلنا لهنا للبارك مول. صورت لكم بوكو بلوس عند لي ماغازان اللي يبيعوا قاش تاع الرجال. عبالكم كي تخرجي مع راجلك اكيد مش راح يديك تشوفي قاش النساء او هو بكي اللي راح يشوف قاش الرجال. الوغ صورت لكم هكا شويه شويه. ورمضان كما نقولوا هو شهر العبادة على بالنا، ويسمى الواحد يسيي الماكسيموم باش يتفرغ لربي سبحانه. وهذه التحضيرات المسبقة اكيد راح تخلي لك الوقت باش تتفرغي ربي سبحانه. ولا كما كان اللي يقولوا احنا كل يوم نديرو كل نهار بنهارو، الى عاودتي ملي تنوضي وانتي في الكوزينه حتى تركتي
واكتشحت تلتهي بالعبادات وبالأخرى راح تعياي وتلقاي روحك رقدتي وخلاص. يسمى سي ميو توجدي هكذا حوايج، يسمى يبقى لك العشيه كي تروحي ديري دوزيام بلا، الباقي كي تلقاي واجدين توجدي غير الطابله، ديري المطلوع تاعك ولا الكسره. انا مام المطلوع والكسره يعني كي نعجن في النهار هكذا ندير 3 4 ونخبي في الكونجيلاتور ونجبد كل يوم شويه، ما نعجنش كل يوم. التحليات باينين، التحليه كاينه اللي تقعد يومين 3 ايام، كاينه اللي لازم تسكل في نهارها، هذو كان باينين يعني. لو فلون اكيد لازم كل يوم نديرو الفلون، ما يقعدلكش باسكو يطلق الماء ويفسد ويتغبل هكذيك الحاله. والوحده تسيي تنقص على روحها الماكسيموم، الحاجه اللي تعاونك كامل كامل ديريها هكذا، تربحي صحتك، تربحي وقتك، تربحي طاعة ربي سبحانه. اكيد راح يبقى لك الوقت للعباده، يبقى لك الوقت باش تقراي في المصحف، هيبقى لك الوقت باش تصلي، مش غير الكوزينه وطياب طياب وخلاص. انا المصحف يعني دارت الوقت في الخدمه، ولكن كون راح نخدم في الطريق في رمضان توجور تيليشارجي المصحف تاعي في تليفوني ونقرا صباح كي نكون رايحه، والعشيه كي نكون مروحه، ونقرا ثاني كي يكون عندي وقت في الخدمه. اكيد راني هذا تليفون ونقرا حتى نختم الختمه ولا ختمتين ولا 3 ختمات، يعني على حساب واش قدرنا ربي سبحانه. وانا شوفوا لي هذا الديكور واش راهو باهي، يعني كان بارك مول كامل بالديكور تاع لا نويل، كان رائع. خاصه هذا الحانوت عجبني بزاف، شوفوا ذيك دار هذا الزينه هكذا في لي زيتاجير في الحانوت كامل، يعني عطات له واحد المنظر روعه، هايل هايل. وانتم حبيباتي قولوا لي واش ديروا تحضيرات في رمضان اللي توجد حوايج هكذا، كاين اللي كونجلي ثاني لي فريز في وقتهم وتشينا. انا يعني ما نخدمهمش هذو، ميم العوام اللي فاتوا ما درتهمش، درت خاطر برك مركز البرتقال من هذيك يعني ما زدتش خدمتهم كامل. ودوكا يعني راه في وقتهم، دوكا رمضان يجينا في وقت التشينا، في وقت لي فريز يعني ما كان لين نكونجليوهم. ولا هنا طلعنا الفوق كنا حابين ناكلو لحنا عند كايفي منجل، هذا تركي نورمالمون، مي مالوغوزمون لقيناه غالق. من بعد شغل كنا حابين ندخلو للمطعم الهندي هذاك، مي ما كاش عندي كوراج الكافي باش ندخل نتذوقو، مازال المره الجايه ان شاء الله نسيه. وهنا حبيت نوريكم هذا العفسه اللي عم دايرينها تاع لي شارجور، يعني عجبتني بزاف. خير من تقعدي تحوسي على لابريز وكلش، تحطي ثما تليفونك وكاينين ثما لي طابل تقعدي تستنايه. وهنا طلعنا ليطاج الاخر خلاص بين الالعاب. المره اللي فاتت ما صورت لكمش، هذا المره هاني صورت لكم لي جو اللي كاينين ثما. شوفوا هذه اللعبه اللي راهي تقلب فيهم هكذا تقلب، انا ركبت فيها مره واخر مره في حياتي نزيد نركب فيها. على بالكم كيفاش هبطت جنابي زورق، هي تقلبني وانا نخبط في ذوك الحدايد الفوق في كتافي، هبطوا ديتها وقيله شهر وهما يوجعوا فيا. اخر مره نزيد نركب فيها وهذه يعني هذه سهله عادي، هذه مام الاطفال الصغار يقدروا يركبوها، ما هيش حاجه. كان الغاشي بزاف بزاف الغاشي، يعني ما قدرتش نصور لكم اليز، ما قدرتش ثاني ندرك الوجه كله غالب. شوفوا ثاني هذه اللعبه تاع ما باليش واش يسميوها، يعني هذه تبان لي سهله، ما هيش ما جربتهاش، مي تبان لي عادي برك ما هيش حاجه. شوفوا بابا نويل ثاني كيفاش راهو يدور، عم يصوروا مع الناس وكلش. وهنا عجبتني هذه الزينه اللي عم ديروها في لاصال تاع تزلج على الجليد، هذه ديروها في النص جات بزاف باهيه. وانا كنا هابطين يعني خلاص كنا حابين نخرجوا باسكو الحق وقت الغداء باش نروحو نتغداو.
يعني كاين بارك مول بزاف زاهي كيما راكم تشوفوا، يعني على العام زاهي. في هذا النهار كان سبيسيال. خرجنا منها من البارك مول لا ديريكسيون باب الحارة الدمشقي، هذا الريستورون تاع باب الحارة. رحنا كلينا عنده وما ندمتش خلاص كي كلينا عنده، يعني ما كلتوش راح نقول لكم قد ما نشكر لكم فيها هو قليلة. بزاف 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 بنينة، ولي بري يعني بارابور لو بلا هذا لي بري تاعو ريزونابل. كيما هذا البلا نورمالمون 110,000، يعني مش خسارة فيه. كي دنقي البنة تاعو وش فيه ماهيش خسارة كامل. وهذاك الطبسي ثاني تاع لي صوص ثاني بزاف هايل. الوغ لا هذاك الخبز ويجيبولك سخون يعني روعة. واش نقول لكم، روحوا تاكلوا عنده عينيكم مغمضين مايكمش راح تندموا كامل. شوفوا هذا البلا واش فيه الرز، فيه هذا مشكل مشاوي نورمالمون مشاوي هكذا، مشاوي طبق مشاوي والله عفسه هكذا. فيها كيما قلت لكم الرز لي فريت، فيه لي بروشيت تاع الفيوند هاشي، فيه واحد لاصوص هذيك المني صوص ولا شكشوكه ولا عفسه هكذا، فيه برغل، فيه المرصو تاع هذيك الخبز تاعهم ما على باليش واش دايرين له. والاخر مشاوي ملكيه نورمالمون. فيه فيه هذو لي بروشيت تاع لا فيوند هاشي ومعاهم بروشيت تاع الدجاج نورمالمون. وهذوك لي صوص كاينه على حسب الذوق كي ذقتو، كاينه واحده تاع حمص واحده تاع بيطراف، يعني كل واحده كيف مخدومه. ومعاهم ثاني هذاك الزيتون معقد ولا ما على باليش وش هو ثاني بزاف بنين. يعني كيما قلت لكم البنات جربوا ماكمش راح تندموا، خاصه اللي ما يسكنوش في الصيف. على بالي اللي يسكنوا في الصيف كامل يكونوا كلاو عنده. اللي ما يسكنوش في الصيف ننصحكم بيه كي تروحوا للصيف اكيد روحوا عند هذا. والله ما هو اشهار لا والو، انا سلكت بدراهمي ما نعرفش السيد كامل دخلنا كلينا عادي كيما احنا كيما الناس وسلكنا بدراهمنا. حبيت برك ننصحكم بيه باسكو عجبني بزاف بزاف. شوفوا طباسا ما بقى فيهم والو. دوك نكملوهم كامل مالغري البنه اللي فيهم. ولا هنا حبيت نصور لكم شويه من الديكور، يعني كانوا الناس بزاف مقدرتش نصور بيان، صورت لكم غير هكذا لقطه. وفي الاخير جبنا موخيطو. الموخيطو ثاني كان بزاف هايل. كان ناتوريل 100% يعني قارص ونعناع، وما فيش هذاك القلقاصح تاع النعناع بزاف، يعني عادي برك خفيف هكا هايل. مام زوج تاعي عجبو مالغري هو ما يحبش الموخيطو نهائيا وما يشربوش، مي هذا عجبو وشرب منه. في الاول ما جابش ليه باسكو ما يحبوش، من بعد كي ضاقو عجبو بزاف. ولا هنا حبيبات قلبي نكون وصلنا لنهايه لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنساوليش هذاك الجيم المشجع. الى الملتقى في فيديو اخر.